النهارده هعرفكم ازاي عملت مندي الدجاج الرهيب ده مع الرز المبهر، وهقول لكم ازاي عملته باسرع طريقه وسهل جدا، مش هياخد معاكم كمان وقت خالص. بس الاول لو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هاله، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو. اول حاجه بشرت بصلتين وضفت عليهم ملح وفلفل اسود وكركم وخلطتهم كويس لغايه لما اتاكدت ان البصل تشرب تماما من التوابل. استخدمت الوراك، وتقدروا تستخدموا فراخ كامله وتقسموها كده من الظهر بالنص. تبلت الفراخ بالتتبيلة من كل النواحي وبين الجلد واللحم لغاية لما الفراخ تكون متغطية تماما بالتتبيلة. رصيتها في صينية، ولازم تكون صينية بتدخل الفرن، وهحطها على نار متوسطة، وهضيف عليها كوباية من المية وهغطيها لمدة نص ساعة، ولازم تكون تقريبا 3/4 سوا. هنجهز الخليط بمعلقتين كبار من الزبادي، وهنضيف عليه معلقة كبيرة من الملح والبابريكا والكمون والزنجبيل وقرفة، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقتين كبار من الزيت. هنخلط كل ده كويس، هيتغير لونه من الأحمر للون البينك، وهو ده اللي هيدي الفراخ اللون الحلو. كده الفراخ بقت 3/4 سوا. هدهنها كده بفرشة بالخليط اللي عملناه، وكنت مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة 200. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 نص ساعة. حطيت في حلة معلقتين كبار من الزيت، وعليهم بصلاية متقطعة جوليان، شوحتها كويس لغاية لما خدت اللون الجولد. بعد كده ضفت عليها التوابل، ضفت عليها زنجبيل وكمون وكزبرة وقرفة وقرنفل ولومي. قلبت كل ده كويس، والريحة هنا طلعت تحفة. أول لما الروايح تطلع بالشكل ده، ضفت الرز البسمتي اللي كان منقوع ومغسول كويس، وضفت كمان الملح. كنت مستخدمة 3 كوبايات من الرز، ضفت عليهم 4 كوبايات من المية المغلية. وغطيته وخليته يستوي بالطريقة العادية خالص. أول ما المية تتشرب، جهزت معلقة من الكركم وعليها شوية من المية، وضفتها كده على الوش عشان ياخد اللون الأصفر، ورجعت غطيته على نار هادية لغاية لما يستوي تماما. خد تقريبا 15 دقيقة، وقلبته وبقى لونه حلو جدا وطعمه كمان. بعد ما الفراخ استوت، طلعتها وحطيتها على وش الرز كده زي ما انتم شايفين، والفراخ كمان خدت لون حلو جدا. وعلشان تاخد ريحة الشوي، عملت فحمة كده في النص، وغطيتها كويس لمدة تقريبا 5 دقايق. وكده هيكون جاهز. قدمته مع سلطة الدقوس، أنسب حاجة تتقدم معاه. هتلاقوا وصفته في مندي اللحمة عندي على البيج. هستناكوا تجربوه وتقولوا رأيكم.